ليه نشتريه بالغالي طالما نعرف نعمله في بيتنا وبأقل مكونات وكمان بسيطة جدا وسهلة وهتطلع معاكي النتيجة ممتازة. يلا بينا كده نشوف هنعمل ايه. بس اول حاجة هنعملها هنصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد، عليه افضل الصلاة واتم التسليم. اخباركم يا احلى اخوات، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حاجة كده بتتباع في المحلات الحلويات وبتشتريها لحسة كده بسيطة وب10 و15 جنيه. طب وليه واحنا ممكن نعمل الحلو ده في بيتنا؟ ميكس كده يجمع ما بين الكاستر وما بين الجيلي، وبجد طعمه حلو جدا. جربوها معايا وشوفوا النتيجة بنفسكم. هاتي كده كيلو من اللبن، يا اما كيلو يا اما نص كيلو، طبعا الكمية اللي انت عايزاها. تمام. وجبت ايه تاني؟ جبت كاستر وجبت جيلي. هما دول الثلاث حاجات اللي هنحتاجهم في الحلو بتاعنا النهارده. حلو كده وهو حلو. هنعمل ايه؟ اول حاجه انا عندي اللبن ده كنت غلياه، ده كيلو من اللبن. غليته بعدين كان عندي في التلاجة، رجعت بقى تاني اسخنه على النار. شلت بقى كده من اللبن وهو سوق وهو بارد، شلت كده حوالي نص كوبايه. وبعد كده جبت الكاستر بتاعي وقلبت الكاستر في اللبن البارد. وبعد كده اللبن خلاص سخن معايا على النار، حطيت كده نص كوبايه من السكر. وبعد كده هحط الكاستر بتاعي وافضل اقلب ايدي ما تتشالش كده من على النار، طبعا اللبن هيدخل في مرحلة الغليان. فضفت على طول بقى الكاستر بتاعي. وبعد كده هفضل اقلب كويس جدا لحد ما يديني القوام المظبوط. قلبي كده قلبي، ما تسيبيش اللبن بتاعك او الكاستر بتاعك على النار كده وتسرحي في اي حاجة. خليكي كده على طول شغالة ايدك في الكاستر بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي لحد ما يوصل للقوام المظبوط اللي احنا عايزينه، اللي هو قوام المهلبية طبعا. تمام. بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. خد معايا بالظبط كده دقيقتين ووصل ما شاء الله للقوام اللي انتوا شايفينه ده. طبعا حطيت معلقتين كبار من الكاستر حسب طبعا الكمية اللي عندك. هاتي بقى اطباق، عندك اطباق بلاستيك، عندك اطباق ازاز، عندك كوبايات، اي حاجة عايزة تعملي فيها اعملي فيها وقدمي. ينفع برضو للضيوف، تبقى حاجة حلوة جدا بعد العشاء كده او بعد اي وجبة طبعا. حاجة كده تحلية رائعة. هقلب بقى كده، هوزع الكاستر بتاعي بالتساوي على الكوبايات دي او طبعا الاطباق اللي موجوده عندك. المهم اعملي نص كده الكوبايات او نص الاطباق، خلي كده في مسافه للجيلي اللي احنا هنعمله بالطريقه دي. هنعمل ايه؟ هنسيبه كده نص ساعه لحد ما يبرد خالص. حطيته كده في التلاجة. ويلا بينا نعمل الجيلي بتاعنا. كيس جيلي طبعا انا جايبه الكيس ده ب6 جنيه. فضيته كده في طبق غويط. وبعد كده هنحتاج كوبايتين من المية، واحدة منهم مغلية والتانية باردة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. غليت كوباية من المية وهدوبها كويس جدا في الجيلي بتاعنا. قلبي بقى كويس جدا. يلا لو وصلتي معايا لهنا كده من الفيديو حط اللايك، مستنياك تحط اللايك. طب صلي على رسول الله في الكومنتات، عليه افضل الصلاة واتم التسليم. هقلب بقى كويس جدا، هخليه الجيلي بتاعي يدوب في المية المغلية كويس جدا. ما اتأكد كده ان الجيلي داب، هبدأ كده وانزل بالكوباية الساقعة. وعلى طول هنضيف الجيلي بتاعنا على المهلبية. تمام، يعني مش بياخد معانا وقت. وصفة سهلة ولذيذة واقتصادية وكمان سريعة، بجد حلوة جدا. وكمان الكيلو اللبن بتاعنا مع كيس الجيلي ده عمل لنا كده كمية محترمة، مش ان هي حاجة قليلة. تمام. يعني في حوالي كده ما شاء الله 1 2 3 4 6 كوبايات. تمام. خلاص كده ده الجيلي بتاعي، هبدأ ان انا برضو اوزعه بالتساوي. هتكملي بقى الاطباق بتاعتك او الكوبايات بتاعتك او ايا كان انت حاطاه في ايه. هتبقى نصها كاستر ونصها جيلي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. مفيش طبعا اسهل من كده. على فكرة انا يعني جهزتها كده، بتهيألي ما خدتش مني وقت. وطبعا انا عامله الكاستر الاول وقعدت يجي ساعه وبعد كده عملت الجيلي. تمام. وده كده الطريقه بتاعتنا بعد ما خلصناها. بس كده مش هتحتاج اي حاجه تانية غير ان احنا نحطها في التلاجة لمده ساعه او ساعتين. وده شكلها بعد ما طلعت. حطيتها في التلاجة كده لمدة ساعتين، ما شاء الله الجيلي ربط معايا وكده ما شاء الله. حكاية كان طعمها بجد جميل جدا. حاولت بقى الطبقين كده ان انا اقلبها على الطبق عشان اقدمها معاكم. فقلبتها زي ما انتوا عارفين الجيلي ده محتاج معاملة خاصة.
قلبت كده الطبق اللي أنا كنت عاملة طبقين، قلبت واحد منهم كده على الطبق عشان أقدّمه معاكم. عايزة بقى كده تزيني بأي حاجة زيني. أنا كده جبت فراولاية وقطعتها كده على الجيلي، عملت ديكور كده بسيط هيدي برضو ان هو يديلها طعم كده او اي اضافة. مش عايزة خلاص مش ضروري. الحاجات دي بقى حسب رغبتك انتي وحسب ذوقك انتي. بجد رهيبة بنشتريها حاجة يعني بتهيألي اقل من كده وب10 جنيه. هاتي بقى الحاجات دي واعملي انتي في بيتك احلى تحلية واحلى حاجة ممكن تدوقيها. بجد حلوة جدا وسهلة جدا جدا وكمان فوائدها حلوة. جربيها كده وادعيلي وما تنسيش كده تقولي في الكومنتات. ويا رب كده لو ما كنتش مشتركة معايا تشتركي في القناة كده وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو اول مرة تشوفيني طبعا ما تنسيش كده تحطي لي اللايك الحلو من ايديكي، تدعميني كده باللايك. وده ما شاء الله شايفين بعد ما قطعتها معاكم. ده كانت وصفتنا النهاردة. بتمنى تجربوها وبتمنى تعجبكم. يا رب تكونوا استفدتوا معايا ولو بمعلومة بسيطة جدا. واسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم.